السلام عليكم. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عايز اقول لك بس كلمتين كده عشان بس ايه الناس الجديدة اللي بتيجي تقول انت لجنة. انت عرفت منين ان الحدث الفلاني ده حصل وهو مش موجود في الفيلم؟ يا جماعة افهموا. انا بعمل نظريات. يعني ايه نظريات؟ يعني انا بجيب حاجات من عندي لان انا مؤلف. انا عندي موهبة التأليف وكاتب وروائي وسيناريست، بس لسه ما شفتش النور ومحدش اتبنى شغلي. بجيب حدوتة من عندي اكمل بيها احداث الفيلم او اكمل بيها ملف الشخصية اللي كانت في الفيلم الفلاني ده، وبعالج الاخطاء اللي كانت في الفيلم عن طريق النظرية بتاعتي دي. فانا بجيب كلام من دماغي. دي حاجة. الحاجة التانية هي لجنة وبتاع. انا لجنة لمين؟ يا عم انا عندي 218 سبسكرايبر صباح الفل. وانا مش حابب اتملق لحد اصلا. ما بعرفش اخد اوامر من حد. حتى في ناس كتير قالت لي اعمل عن الحلقة الفلانية، اعمل نظرية عن الحاجة الفلانية. في ناس بعتت لي حاجات جاهزة. انا ما بعملش ده. انا ما بمشيش اصلا بامر حد. انا بحب اعمل اللي في دماغي. يعني انا بعمل حاجة دماغي قالت لي عليها. والا كان زمان استغليت الموسم ده في كل مسلسلات رمضان واتكلمت عنها وشفتهم كلهم. لكن المسلسلات اللي دماغي ما جابتنيش ان انا ما اشوفهاش ما شفتهاش وما اتكلمتش عنها. حد تاني كان زمانه كسر الألف سبسكرايبر في أول 15 يوم. النهارده جاي أقول لك حاجات سريعة كده ألفت نظرك ليها في المداح. شوية كلام كده في صراع الأخلاقيات والمبادئ والقيم اللي مرتبط بالسينما. وهنختم بكلمتين عن مسلسل الشرنقة اللي انتهى، وكلمة واحدة بسيطة عن مسلسل الغاوي. أول حاجة، ليه ابن صابر المداح ما بيكبرش؟ أصل هي مش حاجة غريبة شوية يعني عايز ابن صابر المداح مش بيكبر. المسلسل بدأ كموسم أول من 2021. صابر اتجوز وخلف في آخر الموسم الأول. والمسلسل المفروض إنه ماشي مع الزمن الحالي لأنه بيواكب الترندات والتيك توك وغيرها. فالمفروض عز ابنه دلوقتي عنده 4 سنين، 4 سنين وشوية. بس رحاب قالت في الموسم ده إن هو عنده سنة. فإيه؟ الواد ما بيكبرش ليه؟ ما بيزحفش قدامنا حتى ليه؟ مش بنشوفه ولا بنسمعه ليه؟ عملتوا ايه في الواد؟ يعني تفتكر صابر والعيلة وأهل البلد وكل اللي يعرفوا صابر اتسحر لهم مثلا ما يسألوش ولا يستغربوا إن الواد ما بيكبرش والزمن واقف عنده؟ النظرية ساذجة أوي صح؟ وهي فعلا مش نظرية، ده لفت نظر بس على إهمال المؤلف للأساسيات وسحله لنفسه في فرعيات وتحديات ملهاش لازمة. وتحط تعقيدات وأنت عارف إنك مش هتلحق ترد عليها كلها في 30 حلقة، وتسحله يروح يحارب وباء، وتقول له أنا الحاج وفيق هيسفرني عشان أحج وهو عارف إن دي مصيبة. يعمل إيه بقى؟ يقوم سايبها ومسافر يقول لها ماشي يا ابن ربنا يسهل، ومسافر يحل لعنة ناس تانيين وهو عارف إن في حد متجسد في شكله في قلب بيته وخطر على أهله. برضه زي ما بتنقذ نفسه وبتسأل في تقوقص. ست الحسن تظهر وتروح تحاول تموت أستاذ محمد عبد الحافظ، وبعد ما ينقذه ما يقولوش إن هي الدكتور ولا تاج تقول له. وفي الآخر لما يتزنق يقول لها أنا كنت عارف من الأول إنك دكتورة وكنت بجاريكي بس. يا راجل قول كلام غير ده. هنا بس نتوقف ردا على موضوع نظرية المؤامرة وإن القائمين على الإنتاج مقصدهم غرز كلام عن الشيطان وقوته في العقول. أنا مش من المؤيدين للنظرية دي، لكنها واردة. يعني كل شيء وارد. أنا ما أقدرش أنكر وما أقدرش أنفي وما أقدرش أثبت. فاهمني؟ ولكن أكثر شيء أنا متفق عليه هو إن أحدهم بيتعامل بمبدأ إنه بيشتري جميع الممثلين والعاملين في المجال الفني بفلوس عشان يبقوا مهرجين تحت إيده ويحتكرهم ويحتكر صناعة وفن بلد كامل تحت هوية بلده هو، ويشتري كل شيء بشكل جاهز. ويا ريت كل ده بيتقدم باحترام للناس اللي بيشتريهم، إنما بيعاملهم كسباحة، يتعالى عليهم ويديهم صك العبودية كده على كتفهم. طبعا انت فاهم الحركة دي كويس. وطبعا بيحارب أي حد يخالف مصالحه الدولية اللي بتقف ضد أهلنا وإخواتنا اللي بيتبادوا. مش محتاج أقولك أمثلة على ده، ناهيك عن السذاجة اللي بيحاول ينال بيها الشهرة والإعجاب والمجد والعلاقات مع النجوم. حتى هو اليومين دول عمال بيعلق على بيف كده داير بين مؤلف وممثل شاب، وهو فاكر نفسه جايب 2 مصارعين يلعبوا في القفص بتاعه عشان يسلوه. للأسف هم قبلوا بده على أنفسهم يعني. بس أرجع أقول لك ده ما غيرش من فكرة إن وارد جدا الشخص ده لو جالك أو جالي أو الله أعلم وعرض ملايين الأوراق الخضراء،
ممكن انت تقبل انه يشتري شغلك، اعمالك، علشان يظهرها للنور. وساعتها انا مش هلومك ولا هلوم نفسي، لان التقدير المنتظر مثلا من اصحاب القرار زي المنتجين والمخرجين واثرياء بلدنا الشرفاء مش موجود، ومش بيتهافتوا على اعمالي واعمالك. انت مع اقرب فرصة تالف بعض من مبادئك، فللاسف هم اجبرونا على بيع شغلنا لاي حد، حتى لو ده هيتلف بعض من قيمنا، لان الحرمان من النجاح والتقدير المستحق وحش قوي، وحش جدا. اسأل مجرب. أما عن مسلسل الشرنقة، مسلسل الشرنقة كان من بطولة أحمد داوود، وكان بيحكي عن حدثين منفصلين أو خطين دراميين منفصلين لنفس الشخص. شخص بيعيش حياة بسيطة في الخط الدرامي الأول، ولكن عنده هوس وولع رهيب بالثراء، عاوز يبقى غني بأي طريقة، هو عايز فلوس. وفي الحقيقة ده أكتر جزء لفتني في القصة، إن هو يبقى عنده شراهة ونهم لجلب الفلوس. ده في حد ذاته مرض. هو يتقدم بالشكل ده، فده كان شيء مميز. ما أعتقدش إن حد قدم الرغبة في إنه يكوش على كل حاجة بالطريقة دي. على الخط التاني هو شخص ثري جدا وغني جدا وبرضه مشبوه وعنده أشياء سيئة بيتاجر فيها، ولكن الخط الدرامي التاني بيظهر في هيئة أحلام ورؤى لصاحب الخط الدرامي الأول. وبعدين في نص المسلسل بنكتشف تويست إن الشخص الحقيقي هو الشخص صاحب الخط الدرامي التاني اللي هو الغني، وإن الأحلام أحلام من حياة الشخص الفقير. وفي النهاية بنكتشف إن هما شخص واحد. فكرة التناقل بين الشخصيتين، اختلاف السرد بين الحياة دي والحياة دي، وإنك ما تبقاش عارف أنهي في الحياتين هو الحقيقي وهو الأصح، دي كانت فكرة كويسة. ولكن بعد انتهاء التويست ده والاكتشاف إن هما شخص واحد، للأسف اتحول المسلسل لمسلسل عادي جدا، وقدم كتير من الكليشيهات. في النهاية انتهى بقفلة مفتوحة. كمال أبو ريا راس الكبيرة في جبهة الشر اللي محدش يعرف عنه حاجة ولا يعرف هو مين، كان موجود مع البطل في نفس الطيارة كمفتاح لامتداد الصراع بين الخير والشر، ومفتاح لحل بجزء تاني. ثم مين أصلا أقنع الفنان كمال أبو ريا إن هو يعمل أدوار شر؟ ده الصورة النمطية المعروفة عنك إنك بتقدم أدوار خير وراجل قلبك طيب. إيه أكثرها وأنا مش قادر أدي غيرها؟ ده سقفك. لو أنت كان عندك سقف آخر أو قدرة على التلون ما كانش فيه مشكلة. في النهاية في اعتقادي الشخصي إن المسلسل لو كان ظل في مرحلة مخمضة بين الخط الدرامي الأول والخط الدرامي التاني وتقدموا على إنهم شخصيتين، كان بقى أفضل. على الجانب الآخر بدأ مسلسل الغاوي بشكل محبط جدا. الفنان كزبرة وقع ومات من الحسرة. الفنان أحمد مكي قعد جنبه ساعة إلا ربع متأثر، بدل ما يفكر ينقذه ولا يجري بيه على المستشفى. لك خلاص بقى نبضه وقف، مش هنلحق نلاقي مواصلات وبتاع، فيلا اقعد جنبه لحد ما يفرفر. خدت بالك؟ وخلاص. موسم مخيب للآمال جدا بصراحة. كان في آمال كتير محطوطة على بعض المسلسلات واتخسف بيها الأرض، لذلك هتلاقيني مش متحمس إن أنا أكمل، بس هكمل. هتعمل إيه؟ شغلانتنا. وبس. متنساش اللايك والسبسكرايب وترن الجرس وتعمل كومنت، تقولي مقترحاتك، تقولي رأيك، تقولي لسه شايفني لجنة ولا لأ، وتقولي فهمت محتوايا ولا لأ لحد دلوقتي أصلا. تقولي متحمس إن أنا أعمل بودكاست مع صديق عزيز نتكلم فيه برضو عن السينما، عن صراع الأخلاقيات والخير والشر واحتكار المواهب وما إلى ذلك، ولا لأ. أنا كده كده هنزل بودكاست عموما يعني، بس قولي كل رأيك ما يضرش. تسووا سبسكرايب للقناة، اشتركون في القناة، وما تنسوا الليك يا حلوين. واي تعليقات انتوا بدكم تعلقوها اكتبوها تحت في الكومنتات.